جماهير. وده ليه؟ لان الاخ مرسي قال امبارح لرجالته هنا في المنوفيه، وده اللي خلاهم يقولوا احنا لا عايزين لا شرطه ولا جيش. قال لك احنا عارفين ان الشرطه ديت خونه وهيخونونا في 30/6. ليه؟ لان ضباط الشرطه يوم السبت اللي فات في اجتماع نادي ضباط الشرطه قالت انها واقفه مع الشعب وهتحمي الشعب، مش هتحمي الاخوان المسلمين حراميه السلطه. عشان كده قالوا ان الضباط دول ما هماش بتوعهم، وكل يوم بينضرب ظابط وكل يوم بيموت ظابط. وانتوا لو شفتوا الجنازه بتاع الرائد محمد ابو شقره وهم واقفين بيقولوا ارحل يا مرسي، ارحل يا مرسي، ارحل 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 يعني امشي، ارحل يعني امشي، يلي ما بتفهمش يلي ما بتفهمش، وارحل ارحل يا ابن ثانيه، ارحل ارحل يا ابن ثانيه، مصر دولة مدنية، مصر دولة مدنية. وان شاء الله زي ما حسن البنا بدأ الاخوان المسلمين من البحيرة من المحمودية، وكانت حملة تمرد هناك وعندنا نص مليون في المحمودية بلد حسن البنا نفسها، المنوفية هتكون قبر الاخوان ونهاية الاخوان في المنوفية. الجيش والشرطة الشعب مش للسلطة، الجيش والشرطة للشعب 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 مش للسلطة. عارفين الست ام احمد؟ عارفين الست ام احمد؟ عارفين الست ام احمد؟ مش عارفينها؟ بيقول لك اول يوم دخلت فيه القصر راحت جايه رافعه سماعه التليفون واتصلت على سوزان مبارك، قالت لها فين طقم الصيني يا مدام سوزان؟ هي بتدور على طقم الصيني لانها جايه ما شافتش حاجه من دي قبل كده. اول يوم الاخ مرسي دخل القصر الجمهوري قال لهم انا هصلي الفجر، قالوا له يا عم الحاج الجامع موجود في قلب الاتحاديه بني الشيخ زايد الله يرحمه، قال لهم لا انا هصلي مع الناس. راجل محترم نزل يصلي مع الناس، الحرس الجمهوري ماشي معاه، اتفاجئوا بالاخ مرسي راح جاي كاسر بالنوم وضارب ملف شمال. ايه يا عم الحاج راح فين؟ استنى يا حاج مرسي. قال لك اصل انا رايح اجيب ب 2 جنيه برسمال عشان بزق مع ام احمد بعد الفجر كل يوم مش هقول عليه. شفت بقى الاخ مرسي اللي طالع من السجن ومتهرب عن طريق حماس وعن طريق حزب الله، وعارفين مين اللي ودى الليادر؟ عارفين مين اللي ودى الليادر اللي هدت سجن وادي النطرون؟ عارفين مين؟ عارفين مين؟ ابراهيم حجاج بتاع تيتا وغمرين بتاع الاخوان عضو مجلس الشعب، هو اللي ودى اللوادر من الشركه بتاعته هناك من السادات على وادي النطرون، هدت الزباين. الناس المصريين عماله تفكرهم الناس بيقولوا لي ولع ادفع عليه بس ادفع عليه بجد حاجه لهم. اول امبارح اول ما امريكا قالت انها هتدعم الاخوان في سوريا وهتدعم السلفيين في سوريا، راح جاي عامل مؤتمر عشان ماما امريكا بتاعته قالت له يلا يا مرسي عليهم بس، جاب الرجاله وحشدهم وقعد. عارفين بقى المخابرات الامريكيه قالت ايه لما جت تتكلم على تهريب السلاح لسوريا؟ قالت احنا عندنا اصدقاء جوه سوريا وبره سوريا هيساعدونا في تهريب السلاح. اللي يبقى صديق للمخابرات ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ اللي يبقى صديق للمخابرات يبقى اسمه ايه؟ عشان كده بنقول يا عم مرسي ايدين ورجلين بوتين وايدين ورجلين الصين وايدين ورجلين الارجنتين وايدين ورجلين ايران ورحمن
المهم يا عم رمضان نو نو نو